السلام عليكم، اهلا بيكم مع ام شريف. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي. ان شاء الله هنقول كل اسراره وكل تكاته. بصوا دي تجارب السنين بقى، ان شاء الله النتيجه دي هتعجبكم جدا. انا معايا كيلو من اللحمه زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم اول حاجه من نجاح الحواوشي ان انت وانت بتشتري اللحمه تقولي للجزار انا عايزه اعملها للحواوشي عشان يديها لك ملبسه بالشكل ده. وبعد ما يديها لك كمان قولي له هات لي حته من الدهن ويفرمها معاك. ديت اول حاجه من نجاح الحواوشي، ما ينفعش الحواوشي يتعمل بلحمه حمرا خالص. تاني حاجه من نجاح الحواوشي البصل الكتير. يعني انا معايا حوالي كيلو من البصل، طبعا وزنته وبعد كده قشرته وفرمته في الكبه بالشكل ده. ومعايا حوالي 5 قرون فلفل كبار. يعني لو عايزه تعملي لو يعني اقل من نص كيلو بشويه، يعني ربع كيلو فلفل ماشي او اكتر من كده يبقى حلو. وعملت معاه كمان فلفل حامي اهو. البهارات بتاعتنا بقى انا معايا بابريكا، معايا دي بهارات مشكله زي بهارات الحواوشي كده. ده عباره عن كباب صيني وحبهان وجنزبيل وقرفه. معايا رشه ربع معلقه من الكمون، معايا نص معلقه من الفلفل، معايا معلقه صغيره من الكزبره، وحاطه معاهم كمان مكعب مرق الدجاج. في حاجة كمان من نجاح الحواوشي بتاعنا ان العجينة بتاعته تكون متماسكة. يعني اول حاجة اللحمة بتاعتنا نوعها يكون كويس ويكون فيها دهن. تاني حاجة البصل والفلفل يكونوا كتير. تالت حاجة ان العجينة بتاعتنا لازم تكون متماسكة. يعني مثلا وانت بتاكل الحواوشي ما ينفعش انت بتاكل بس الحواوشي الحشو بتاعته تقع. لا طبعا. فعشان نعمل ايه عشان خاطر العجينة بتاعتنا تبقى متماسكة، عندك 3 حلول. اول حاجة تحطي مثلا معلقه دقيق كبيره على الخليط ده وتقلبيهم مع بعض، هيدينا تماسك في العجين. تاني حاجه ممكن تحطي معلقه بقسماط. تالت حاجه ممكن تحطي بيض. فطبعا المتاح عندنا كلنا ان شاء الله وبرده ارخص هنحط الدقيق، لان الدقيق ده متاح في كل بيت. ولو ما عندكيش ده ولا ده اعمليها عادي خالص، بس احنا بنبقى زياده في الايه، يعني عشان خاطر بحيث ان انت لو حد بياكل في السندوتش ممكن حاجه تقع منه، لا الدقيق بيمسك العجينه وبتبقى قرص واحد كده زي البرجر. في حاجة كمان هعملها هي البصل. في ناس بتحط البصل على اللحمة كده على طول. فبعد ما بتاكله بتحس شوية، حتى لو كلت منه كتير بتحس ان في حمو كده وعندك حرقان، لان كمية البصل كبيرة والبصل بتعتبر بتبقى نية. فانا بعمل حاجة حلوة قوي، اتمنى انتوا تجربوها ان شاء الله هتفرق معاكم. انا باخد 3/4 كمية البصل دي بشوحها بمعلقة زيت على النار. تشويحة بس بحيث ان انا ايه انشفها شوية كمان من ميتها، وفي نفس الوقت تديني تسكيرة البصل. وهخلي جزء صغير بس هو اللي ني هنحطه مع العجينة مع بعض. يعني انا دلوقتي هاخد كمية مثلا من البصل، اخد الكمية دي هشوحها في الطاسة بمعلقة زيت بدون اي حاجة خالص، وهنيجي نكمل مع بعض بقية الطريقة. وادي البصل بتاعنا بعد ما شوحناه، بصوا يا دوبك تشويحه بسيطه خالص اهو. وحطيت معاه شويه من الفلفل عشان يدينا ريحه برده حلوه. وبقيه البصل بتاعنا اهو انا سايباه زي ما هو. كل اللي انا هعمله بقى هنجيب اللحمه اهو. انا حطيت معلقه بصوا معلقه الدقيق زي ما قلت لكم عشان تدينا التماسك بتاع اللحمه اللي احنا عايزينها. هقلبها كده بالشكل ده كده اهو. وهنزل بالبصل بتاعنا اللي احنا بشرينه اهو كله. وهنزل برضو بالبصل اللي احنا دبلناه شويه اهوت. انا طبعا سبته هدي شويه اهو. طبعا بقى عايزين نعجنه عجنه كويسه. ادي البهارات بتاعتي زي ما قلنا هي، بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبقى كله مره واحده. عايزين بقى بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ضروري اوي العجنه دي عايزين نخليها عجينه متماسكه اهي. وعجينه كل حاجه دايبه في بعض، مفيش حاجه ظاهره اهو. بصوا انا هقعد بقى ادعكها بالشكل ده شويه حلوين لحد ما تدينا عجينه ناعمه خالص. ودلوقتي العجينه بتاعتنا اتعجنت اهي كويس قوي. هسيبها ترتاح كده مع نفسها على ما نفتح العيش بتاعنا. دلوقتي انا جبت العيش، انا جايبه عيش بتاع الحواوشي صغير اهوت شايفينه. وهفتح كده اهوت. بصوا حته، او مش عايزه سكينه بايديكي اهي. بصوا اهي
بس كده كفايه اهو. نفتح كمان واحد اهوت من غير بسم الله الرحمن الرحيم اهوت، عشان نعرف بس نحط الحشوه منه اهو، ما نوسعش الحشوه برضو الفتحه قوي اهو. وكل العيش طبعا طالع قابب. انا بقى هفتح كل العيش اللي معايا بالشكل ده وارجع لكم. دلوقتي انا فتحت العيش بتاعي كله اهوت اهو. عايزه اقول لكم ان انا فتحته وحطيته في الكيس برضو عشان ما ينشفش. ومن نجاح برضو الحواوشي ان انت تعمليه في عيش بلدي، العيش العادي بتاع الطابونه بتاعنا ابو رده ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندك بقى في السوا ممكن نعمله على الشوايه، ممكن نعمله على الفحم، ممكن نعمله على الطاسه، ممكن نعمله في الفرن. يعني عندك طريقه سوا، طرق كتير للسوا. انا عن نفسي بحبه جدا جدا على الفحم، بس طبعا مش هينفع اعمله على الفحم دلوقتي. هعمله لكم على الشوايه، وهنعمله على الطاسه. اللي حابب يدهنه زيت ويحطه كده في الفرن مفيش مشكله. دلوقتي هنعبي اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده معلقه حلوه كده، بصوا مليانه ما شاء الله هي، ونحطها جوه الرغيف ونحاول نفرد على قد ما نقدر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا احنا عايزين الحشوه تبقى لا هي كتيره قوي ولا هي قليله اهي، يبقى الرغيف يعني فيه، لكن ما نكترش كتير عشان اللحمه بتاعتنا تستوي اهو. يعني انا لاقيه دي الزياده ديت هشيلها عادي اهو، وهاخد من هنا على بره. انا مش عايزه يبقى فيه لحمه كتير عشان يستوي معايا بكل سهوله اهو. واحاول اخلي اللحمه تبقى بره الرغيف، لان اللحمه ما بتستوي بطبيعتها بتكش، فمش عايزين نيجي نفتح الرغيف نلاقي اللحمه بقت لحد هنا، فيبقى الرغيف بتاعنا كله شايفين اهو، كله مليان، الرغيف كله مليان اهو اهوت. هبطط برضو هنا اهو ما شاء الله الرغيف يعني ايه اهو. نركنك هنا نجيب التاني اهوت، برضو معلقه حلوه كده اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وندهن وندعك كده اهوت عشان خاطر العجينه تبقى في كل حته في الرغيف اهو. وزي ما قلنا نطلع اللحمه بتاعتنا بره شويه عشان خاطر اللحمه بتاعتنا بتكش، فاللي يمسك الرغيف يلاقي اللحمه كلها ماليه الرغيف اهو. شايفين ما شاء الله. طبعا انا هقعد اعبي بقى الكميه بتاعتي بالشكل ده، ونرجع بقى نسوي مع بعض ونشوف اخباره ايه في التسويه. دلوقتي جبت الطاسه على النار. هنعمل الاول على الطاسه، حطيت فيها معلقه من الزيت وحته من السمنه البلدي كده ورشه من الملح عشان العيش بتاعنا يبقى محدق كده شويه. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط الرغيف بتاعنا كده على طول اهو. هوطي النار. لو انت بقى هتعمليه في الفرن تجيب حته دهنه او شويه زيت او حته سمنه بلدي على شويه زيت سايحين، وتحط عليهم سنه ملح، رشه ملح صغيره عشان العيش بتاعنا يبقى محدق كده وحلو، وشويه بهارات، ودهنيهم بالفرشه. يعني تجيب مثلا هنقول ده الخليط اللي احنا عاملينه اهو، وتمسكي الرغيف بالشكل ده كده اهو. بصوا، وتدهنوا الرغيف كده وترصوه في الصاج وتحطوه. لو عندكم طبعا ورق زبده وعندكم ورق فويل لفوه حطوه في الفرن بالورق الزبده والفويل هيبقى احسن طبعا، لكن انا بقول للي ما عندهوش. طبعا انا هقعد بقى اقلبه. ضروري نوطي النار عشان ما يحمرش بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ضروري. عايزه اقول لكم الحواوشي من الاكلات اللي بتتاكل سخنه، يعني ما ينفعش نعمل كده ونسيبه لحد ما يبرد. يعني احسن حاجه ان انت بتبقي تطلعي على طول وتاكله، ما تعمليش وتركني. يعني ممكن تجهزي كل حاجه وتخلي السوا على الاكل على طول. طبعا دلوقتي هوطي النار ده واسيبه يستوي كده، وهشغل الشوايه عشان نعمل برضو رغيفين على الشوايه. ودلوقتي الشوايه بتاعتنا سخنت اهيت. انا هجيب الرغيف بالشكل ده وادهنه سمنه على زيت اهو بالشكل ده، ونحطه كده يستوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرغيف التاني برضو اهو. ضروري ندهنه كويس قوي عشان يطلع معانا مقرمش كده من بره وطري من جوه. طبعا ممكن بقى زي ما قلت لكم تحطوا ملح وكمون، فلفل فلفل اسود في الزيت وانتوا بتدهنوا كده، بيخلي طعمه برضو حلو اهو. هنشوف بقى اللي على الطاسه كده حصل له ايه.
ما شاء الله احنا شايفين الحواوشي بتاعنا عامل ازاي اللي على الطاسه. بصوا اسهل تسويه اللي هي على الطاسه، بجد تحفه جدا وسريعه وبتديكي نتيجه حلوه كمان. تطلعيه من هنا تجيبيه بقى شويه مخلل كده وتقطعيه وتاكليه، او تاكليه كده سندوتش زي ما هو تحفه. اهم حاجه تاكليه سخن، الحواوشي يتاكل سخن. بصوا بقى اهو في ثواني اصلا بيخلص، اسرع كمان من الشوايه وشكله اصلا تحفه. بصوا بقى الشكل من جوه عامل ازاي. اللحمه بتاعتنا شوف احنا كنا مطلعينها بره الرغيف، كشت حاجه بسيطه اهيت ومستويه اصلا شكلها جميل قوي. وكمان البصله اللي احنا دبناها هتديك ان شاء الله طعم حلو قوي ونتيجه جميله ان شاء الله. اهو هلزقه تاني ببعض، ومعلقه الدقيق اللي احنا حطيناها خلت العجينه مش مشكله هفتحها لكم تاني. بصوا متماسكه، بصوا متماسكه معانا، لا هي هتقع من السندوتش ولا اي حاجه خالص، وبرده مش هتغير حاجه يعني في الطعم، لان هي معلقه على الكيلو مش هتاثر يعني. في ناس بتحط بيض اهو. طبعا دي خلاص كده استوى، انا هشيله بقى واجيب واحد تاني بداله. هكرر بقى العمليه دي لحد ما اخلص، يعني هحط على الشوايه وعلى الطاسه عشان اخلص بسرعه ويبقى كله سخن ان شاء الله. دلوقتي اللي على الشوايه كمان اخد لون اهو. هنشوف كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه من تحت ضروري بقى نقلبه كل شويه. عايزه اقول لكم بقى اول ما يطلع من هنا نحطه ونغطيه شويه كده عشان يهدى تاني مع بعضه، وبعد كده هيبقى تحفه. انا بقى هكمل التسويه بتاعتي كده شويه، يعني انا مشغله البوتاجاز على الطاسه ومشغله الشوايه، وان شاء الله هيطلع معانا حواوشي تحفه. هسيبكم انا دلوقتي بقى لما اخلص كل الكميه والاخر نشوف في الاخر مع بعض. وادي الحواوشي بتاعنا بعد ما خلصناه، اتمنى ان هو يكون عجبكم. عايزه اقول لكم ده السوا بتاعه على الشوايه وده السوا بتاعه على الطاسه. بصوا طري وحلو ازاي، يعني مقرمش خالص، ماهوش يعني مش ناشف قوي يعض، لا بصوا واخد تلدينه وفي نفس الوقت طري. هنشوف الحشوه من جوه ما شاء الله عامله ازاي ومستويه اهي. زي ما قلت لكم ان العجينه بتلم شويه زي ما احنا شايفين، لكن ماسكه نفسها ما بتقعش قلب الرغيف خالص اهو. واللحمه مستويه وشكلها جميل. اتمنى ان هو يعجبكم. تعالوا اتفضلوا معانا. بشكركم جدا جدا من كل قلبي، والى اللقاء في فيديو جديد. النهارده هنعمل تسويه المحشي الكرنب بالتفصيل بناء على طلباتكم، ان شاء الله يعجبكم. عايزه اقول لكم لو انتوا عايزين الفيديو كامل، طبعا انا عامله طريقه المحشي على القناه. وادي صينيه الكيكه طلعت من الفرن، انا رشيتها كده بشويه من جوز الهند. شايفين طريه ازاي واسفنجيه ازاي اهيت. بصوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.